عليكم أن تنتهوا من هذا الملف، وعليكم أن تبدأوا في تفكيك مخيمات تندوف. هذه الدولة الجزائر التي دعمت جبهة البوليساريو سياسيا ودبلوماسيا أكثر من 50 سنة، 52 سنة احتفلوا معسكرات تندوف اللي النهاردة بيلوحوا في الأفق أن 10% تقريبا من قاطني معسكرات تندوف الذين هم فعلا من الصحراء يقولوا هذا ترابنا، ولدنا هنا وكبرنا هنا وهرمنا هنا. هل يمكن أن تكون هناك جمهورية تندوف في الأفق؟ لا أعلم. الله أكبر. قال لك سيدي البيلي زيرو ما بغوش يطوضوا القياطة اللي تما، قالوا لهم هذه بلادنا ولدنا هنا نموت هنا ما خارجينش، وهياش فوقها من واحد جهة. الجزائر عندها حل واحد، لو بغات تخرجهم من تما نفتحوا الميناء ديال الصحراء الشرقية، احنا قادين بهم. لا شوف غيبقاو على الصنادل كيتشايروا تما كيما درنا لهم في القرقارات. يدعيو خلينا يجربوا في المحاكم، خليو الملف ديال الصحراء الشرقية يتفتح، احنا قادين بهم. المهم كل الدعم للإخوان ديالنا في مالي. هاد الأحداث اللي وقعت لهم مؤخرا من بعد ما سحبوا الاعتراف بالبيلي زيرو، اعترفوا بالصحراء المغربية، احنا كنشوفوا الأحداث اللي وقعت لهم هاد الأيام هادي. شفت بزاف ديال الإعلاميين من مالي خرجوا قالوا بأن لقاو مرتزقة من البيلي زيرو في هاد الأحداث هادي. ايوا هذا خيركم. ايوا شوفوا بمن كنتم معترفين، نتوما سحبتوا الاعتراف من عندهم، هما تقلبوا عليكم، هما ولاو هما كيضربوا فيكم دابا. راه حنا مجاورين مع مصيبه يا عباد الله، ما خلوا حتى بلاد على خاطرها، هما بداو يضربوا في مالي ثاني. الله يدير لكم شي تاويل ديال الخير وصافي. المهم بغيت غير نفكر دوك الجزائريين اللي كانوا كيخرجوا كتا، والله الملف ما يتطواج ديال بيلي زيرو انما ولو كتا. الشعب الجزائري جاهز، حنا ما نسدوش هذا الملف. بيلي زيرو ما بيلي زيرو. هو واحد منهم اللي كان كيقول لك والله ما نتفاكوا والله كذا، خرج قال لك ولد خالي اللي دا شي داه واللي يزلق طاح العين فاه. خلاصة الكلام داك الشيء اللي داروا الجماهير ديال اسفيل، داك المشجع ديال اتحاد العاصمة اللي كان معلق في الكرياج ملي هبطوا له، هذاك الشيء اللي دار المغرب للجزائر هو اللي قال. انا ما قلت والو. اذا راكم دايرين في بالكم باللي يوقف معكم ترامب ولا يوقف معكم ماكرون ولا يوقف معكم اي كان في العالم والقضيه الصحراويه تتحل وتدو، راكم دايخين لو يقف معاكم العالم كله بما فيهم روسيا والصين، لو مجلس الامن والبند السابع يقول لكم باللي الصحراء راهي ليكم، الجزائر تقول لا، وستشعلها حرب عالميه ثالثه تنتهي الا بنهايه يا اما الشعب الجزائري ينتهي يا اما الشعب المغربي ينتهي، واحده من الزوج. قضيه الصحراء الغربيه لن تحل بالطريقه التي يريدها المغاربه. قضيه الصحراء الغربيه لن تحل بما يريد بوريطه ومن معه. A few moments later. صدقوني اكتوبر 2026 الحكم الذاتي، ويصبح المغرب يسيطر على كل الصحراء وعينه على الأراضي الجزائرية. هذه الحقيقة. بعض الأصوات وبعض الأقلام وبعض النتانة يقول لك لا ما كان والو، هذا مقترح الحكم. لا، هذا مقترح الحكم الذاتي قرب، ثم دخلوا الحكم الذاتي سبربوعي زيت زيتون، شاوهات زيت زيتون ولا بازلين. وانا نقولها لكم بكل صراحه، الحكم الذاتي يطبق، لأن الحكم الذاتي الآن عنده سنة. بعثة الأمم المتحدة زادوا لهم سنة، قال عندكم من أكتوبر 2026. مش ممكن أكيد ما همش رايحين يمدوا للبعثة الأممية بقائها في الصحراء. ايش معناتها؟ معناتها انسحاب البعثة الأممية بسلاسة في هدوء خلال سنة، وجدوا قشكم خملوا قشكم باش تخرجوا. والبديل ما هو؟ البديل هو القوات المغربية، وبالتالي استيلاء المغرب على كل الصحراء وفرض الحكم الذاتي بالقوة.
بمساندة ترامب وعدم ممانعة روسيا والصين. يضربوا لنا يقول لك احنا خاطئين لا نصوت، خاصة أنه الجزائر راح تخرج من عضوية مجلس الأمن كعضو غير دائم، تنتهي العهدة نتاعها اللي راح تجي، وراح يجوا دول مساندة للمغرب أكثر، يعني راح يفرضوا سياسة أمر الواقع في أكتوبر 2026 بالكف وبلع فمك، اشطاك وبلع فمك. إذن قضية الصحراوية للأسف الشديد أي برا وكل شيء ده، وفرض حكم الذاتي بقوة القانون تحت البند السابع. المجلس الأمن والبند السابع يقول لكم باللي الصحراء راهي ليكم، الجزائر تقول لا. متحدة قال بالقوة، واللي يحل فمه نهبط له ضروسه، اللي يحل فمه نهبط له ضروسه. قول دابا انت خفتي على دروسك، وانا كنقول فيهم مشات هذيك الحرب العالميه السابعه الثامنه الثالثه اللي قلتي يعني قال لك ما نحبسوهاش، يا اما يتسالى الشعب المغربي ولا يتسالى الشعب الجزائري، عاد نحبسهم. في مشات الشقعه قالت لك الامم المتحده نحيد لك دروسك. سكيبي اخي عبد السميع كيفاش مشات الحرب. والله ما نتخلاو على القضيه، احنا الجزائر اللي قالت لا صافي ما كاينش الهضره. كنقول لكم راه راس مالكم كلام فارغ اصاحبي، راه نتوما ما كاين لا مواقف لا سياده لا حتى حاجه، نتوما هكا تهضروا صافي. ولكن ملي كنشدوكم من هنا ونقعدوكم مزيان جوج طرشات عاد انما وقال ما قال وحقه الامم المتحده حتى كنطرشوكم في الاول انما والحرب وكذا والله ما نحبسوا، قالت الجزائر لا هي لا انما ونحن جوج طرشات وديك اللعيبه ديال الرق وانما وقالت وصافي ولا سالات والحكم الذاتي وكذا من هنا، وراه يديو الصحراء كامله يا ودي راه على المنطقه العازله. المنطقه العازله ارض مغربيه اخلاها المغرب للمينورسو، صافي الدور ديال المينورسو سالا غادي نسترجعوا الاراضي ديالنا سالا الفيلم. هذيك المنطقه العازله اللي كنتو كضحكوا بها على الجزائريين كتقولوا الاراضي المحرره. كاين شي اراضي محرره ما عندكش الحق تدخلها لا نسميك راجل، وملي هي محرره علاش بليزير وما سكنوش فيها. كنقول لكم شحال ما طوال الليل كيجي النهار، شحال ما كذبتوا ها هي الكذبه سالات صافي. ها المينورسو غيخرج، ياك هي اراضي محرره، ها المينورسو غيخرج وادخل لها وسير له. اللي نسميه راجل يدير عطله الى جمع عبه هو نجمه. كاين واحد درون تما ولا عصام من بالله ودنيك تنفوروا عليهم الطعام كسكسو 7 خضاري في السماره. انا نسميك راجل طول جمع. انا كنقول لكم فيكم ما تخرج العينين ونهضوا هاد الخاويه وكذا، في الواقع والله ما تبانوا بالله. والدليل هو قدامنا، نفس الشخص نفس الهضره بوحده المره الاولى ملي كنا باقي بعاد انما وحنا والجزائر، ملي قربنا ليهم جوج طرشات صافي راه سالات فضات. ماما اش قال لهم هذاك الملعوق ثاني، اش قال لهم تما انا عطاهم جدار الودن جاني. زخم حقيقي دولي يشهده ملف الصحراء، ورسائل أممية مباشرة وقوية ووجهها المبعوث الأممي ستيفان دي مستورة من قلب مجلس الأمن. أبرز هذه الرسائل توجه الأمم المتحدة نحو تقييم شامل لبعثة المينورسو مع تحديث عن تعديل مهامها في خطوة قد تعيد رسم دورها على الأرض على أن تعرض النتائج في أكتوبر. دي مستورة كشف عن مؤشرات إيجابية تتعلق بحراك سياسي متسارع ومفاوضات دخلت مرحلة أكثر تفصيلا مع اقتراب بلورة تصور أولي لحل ممكن. الأمم المتحدة أشادت بتقديم المغرب نسخة مفصلة من مقترح الحكم الذاتي مقابل دعوة صريحة لجبهة البوليساريو لتقديم تنازلات والتخلص من حالة انعدام الثقة بشأن موقعها ودورها المحتملين في أي ترتيبات مستقبلية. ستيفان دي مستورة شدد كذلك على ضرورة إعادة جمع الأطراف المعنية حول طاولة المفاوضات قبل شهر أكتوبر المقبل، مع العمل على بلورة اتفاق إطاري يحدد المعالم الكبرى للتسوية السياسية ويضمن انسجامه مع مبدأ تقرير المصير كما هو مؤطر ضمن المرجعيات الأممية. ومع دخول واشنطن على خط الوساطة بشكل مباشر، تدعو الأمم المتحدة لتوسيع الدعم الدولي لمبادرة الحكم الذاتي باعتبارها أرضية واقعية لحل دائم. لتنتقل بذلك الأمم المتحدة من إدارة الأزمة
إلى محاولة هندسة الحل في سباق دبلوماسي مفتوح حتى أكتوبر المقبل. ما بقى قد ما فاتش ونساليو هذه الحلمة هذه، نساليو هذا المشكل هذا ونسترجعوا المنطقة العازلة ويحيد من تما المينورسو، ديك المنطقة اللي كانوا كيستغلوها بعض المرتزقة وكيسطيو لنا تما. احنا غنفضيو لكم داك الشيء، وديك الساعة يبقى عندكم خيار واحد اللي بغى امو يمشيو تبكي عليه يولي يسطيو لنا تما، وبالتالي غادي يولي المسؤول الاول والاخير على دوك المناورات اللي كيداروا تما الجزائر. يعني هذا الفيلم الكتابة ديالو ما بقى له والو، طلع ان شاء الله اكتوبر. يسلم عليكم. كان هذا هو الفيديو ديال اليوم. كيف العاده ما تنساوش لايك، خلونا الراي ديالكم في التعليقات.